أهلا بيكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أهلا بيكم في المحاضرة التاسعة في الرياضة. خلونا نسأل سؤال. لو حد قال إنه هيدينا 1000 جنيه بعد سنة، هل قيمتهم زي 1000 جنيه في إيدينا النهاردة؟ الإجابة طبعاً لأ. في شرح النهاردة هنكتشف مع بعض ليه قيمة الفلوس بتتغير مع الزمن، وإزاي البنوك بتحسب القيمة الحقيقية للفلوس اللي جاية في المستقبل دي عن طريق حاجة اسمها الخصم. يعني السؤال اللي بيطرح نفسه هو لو في فلوس جاية في المستقبل، يا ترى قيمتها الحقيقية النهاردة كام؟ الإجابة دايماً هتكون أقل. الفلوس اللي معانا دلوقتي ليها قوة وقيمة أكبر من نفس المبلغ ده لو هناخده في المستقبل، والمبدأ البسيط ده هو أساس كل اللي هنتكلم فيه النهاردة. الفكرة كلها بتلف وتدور حوالين مفهوم قيمة المال عبر الزمن. خلينا نتخيل كده، لو حد عليه دين وقرر يسدده بدري عن ميعاده، طبيعي جدا يتوقع إنه يدفع مبلغ أقل شوية من القيمة الأصلية، صح كده؟ الفرق ده بقى هو اللي بنسميه الخصم، والنهاردة هنتعلم إزاي بالظبط بيتحسب. طيب قبل ما ندخل في أي معادلات وحسابات، لازم نتفق الأول على معنى كام مصطلح أساسي كده. خلينا نوضحهم بسرعة عشان الصورة تبقى كاملة. أول مصطلح هو القيمة الإسمية. دي ببساطة شديدة جدا هي المبلغ الكامل للدين، المبلغ اللي مكتوب على الورقة التجارية زي الكمبيالة مثلا، واللي مفروض يتفق في تاريخه في المستقبل. المصطلح التاني هو الخصم نفسه. ده المبلغ اللي بيتشال من القيمة الإسمية لو تقرر إن الفلوس تتاخد بدري عن ميعادها. يعني نقدر نقول كده إن ده تمن إن الواحد ياخد فلوسه قبل أوانها. وآخر مصطلح أساسي معانا هو القيمة الحالية. دي بقى القيمة الصافية، القيمة الفعلية للدين النهاردة بعد ما شلنا منه قيمة الخصم. يعني من الآخر ده المبلغ اللي هيتحط في الإيد لو الكمبيالة دي اتصرفت دلوقتي. تمام قوي. وهنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى شيق أكتر. في طريقتين أساسيتين عشان نحسب الخصم ده: طريقة الخصم التجاري، وطريقة تانية اسمها الخصم الصحيح. والأسماء ممكن تبان قريبة من بعض، لكن طريقة الحساب نفسها مختلفة تماماً. والفرق ده مهم جداً سواء للبنك أو للشخص صاحب الدين. وهو ده بقى الفرق الجوهري كله. الخصم التجاري، وده اللي غالبا البنوك بتستخدمه، بيتحسب على المبلغ الأصلي كله، يعني القيمة الإسمية. لكن الخصم الصحيح بيتحسب على أساس القيمة الحالية، يعني على المبلغ الصافي اللي هيتاخد في الإيد. وطبعا ده بيعمل فرق واضح في الرقم النهائي. معادلة الخصم التجاري واضحة ومباشرة جداً. كل اللي بنعمله هو إننا بنضرب القيمة الإسمية اللي هي المبلغ الأصلي في مدة الدين، وفي معدل الخصم اللي البنك بيحدده. حاصل الضرب ده هو قيمة الخصم. أما بقى الخصم الصحيح في معادلته لفة شوية، مش ضرب مباشر زي اللي فات. المعادلة هنا بتعتمد على حساب القيمة الحالية نفسها الأول، وده بيخلي طريقة الحساب مختلفة خالص، وهنشوف ده بعينينا في المثال اللي جاي كمان شوية. ودي قاعدة مهمة جداً لازم تفضل في بالنا دايماً. الخصم التجاري دايماً، وأنا بقول دايماً، أكبر من الخصم الصحيح. طب ليه؟ ببساطة لأنه بيتحسب على المبلغ الأكبر اللي هو القيمة الإسمية، فطبيعي جداً قيمته تطلع أكبر من الخصم الصحيح اللي بيتحسب على القيمة الحالية اللي هي بطبيعتها أقل. طيب، كفاية كلام نظري. أحسن طريقة عشان نستوعب الفرق ده بجد هي التطبيق العملي. يلا بينا ناخد مثال بالأرقام ونشوف إزاي المعادلات دي بتشتغل على أرض الواقع. المثال بتاعنا بيقول إيه؟ في تاجر عليه كمبيالة قيمتها الإسمية 1000 جنيه وتستحق الدفع بعد 8 شهور. لو راح البنك النهاردة عشان يصرفها والبنك بيستخدم معدل خصم سنوي 12%، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ عشان نحل المسألة دي بالكامل محتاجين نحسب 4 حاجات بالترتيب. أول حاجة الخصم التجاري، وبعدين القيمة الحالية التجارية اللي بتعتمد عليه. بعد كده ننتقل للقيمة الحالية الصحيحة، ونختم بالخصم الصحيح. نبدأ بالخطوة الأولى، حساب الخصم التجاري. هنطبق المعادلة البسيطة بتاعته. هنضرب القيمة الإسمية اللي هي 1000 جنيه في المدة، بس ناخد بالنا لازم نحولها لسنين، فهتبقى 8 على 12، وبعدين نضرب في معدل الخصم اللي هو 12%. الناتج هو 80 جنيه، ده المبلغ اللي البنك هيخصمه. الخطوة التانية أبسط بكتير. عشان نعرف التاجر هياخد كام في إيديه، كل اللي هنعمله إننا هنطرح الخصم التجاري اللي لسه حاسبينه ده من القيمة الإسمية. يعني 1000 ناقص 80 يبقى القيمة الحالية التجارية هي 920 جنيه. دلوقتي نيجي للطريقة التانية ونحسب القيمة الحالية بالطريقة الصحيحة. هنا المعادلة مختلفة شوية، فاكرين؟ فيها اسمة. هنقسم القيمة الإسمية على، نفتح قوس، 1 زائد المدة مضروبة في المعدل. لما نطبق نفس الأرقام دي،
الناتج هيطلع حوالي 925 جنيه و92 قرش. وآخر خطوة عشان نحسب الخصم الصحيح هنطرح القيمة الحالية الصحيحة من القيمة الإسمية، يعني 1000 ناقص 925.95 جنيه هيدينا 74.7 جنيه. وهنا بقى نشوف الفرق واضح، الخصم الصحيح طلع فعلاً أقل من الخصم التجاري اللي كان 80 جنيه. تمام جدا، كده فهمنا الفرق بين نوعين الخصم. بس في الحقيقة الموضوع مش بيقف عند الخصم وبس. البنك مش بياخد الخصم ويسكت، لا، ده في تكاليف تانية صغيرة بيضيفها، والمصطلح اللي بيجمع كل التكاليف دي على بعضها هو الأجيو. فإيه هو الأجيو ده؟ ببساطة شديدة هو إجمالي المبلغ اللي البنك بيقتطعه، وده بيتكون من 3 حاجات. أولاً الخصم التجاري اللي حسبناه، ثانياً عمولة خاصة بالبنك مقابل الخدمة اللي بيقدمها، وثالثاً أي مصاريف لتحصيل الفلوس دي. مجموع ال3 دول على بعض هو التكلفة الحقيقية الكاملة. وفي النهاية بعد ما عرفنا طريقة تفكير البنوك في حساب الخصومات، ده ممكن يغير نظرتنا للتعامل مع القروض أو حتى لفكرة سداد الديون مبكراً. سؤال مهم يستحق التفكير فيه. شكراً جداً لمتابعتكم.